يلا بينا كده نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده طبعا حصتنا الحصه طبعا الثالثه في الشهر التاني. اوكي، طبعا بنحل اول حاجه الواجب. عندنا طبعا الواجب صفحه 23. كان عندنا من اول سؤال رقم 16. حلو، سؤال رقم 16 اهو، يعني من اول هنا اهو، ده بدايه الحل. اول حاجه طبعا راجع بقى معايا حلك، ولو في حاجه ابقى قول لي. هنا عندنا دينو اسمه فضول يبقى الاجابه تبقى جوفاني، الاجابه تبقى جوفاني الاجابه الاخيره. بعد كده طبعا عندنا طبعا لو ستودنت، طبعا يبقى الاجابه تبقى سيمباتيكو، الاجابه طبعا ايه الاولى، لان طبعا صفات منتظمه. لا طبعا ماكينه، ماكينه مفرد ايه طبعا مؤنث، يبقى الاجابه تبقى فيلوتشا. ليه فيلوتشا؟ لانها من الجدول. احنا اتفقنا الصفات الشاذه حفظ طبعا في الصفحه اللي قبلها صفحه 22. طبعا ده كده كان ايه، كان طبعا من ضمن الجدول، فتبقى بالاي كده تمام، مفرد مذكر او مفرد ايه مؤنث. طيب بعد كده 19 اي كابيلي دي ايه طبعا دي جوليا. اي كابيلي فكره حرف الجر دي بنختار على اللي قبله، بنختار على اللي قبله. فاي كابيلي واخده اداه تعريف الاي اللي هي طبعا جمع مذكر، يبقى الاجابه تبقى كورتي الاجابه الثانيه. طيب ليه اميكي دي انا برضو في الدي اهو، يبقى هختار على اللي قبل منه تمام. ليه اميكا جمع مؤنث، يبقى الاجابه تبقى انتليجنتي. انتليجنتي طبعا اللي هي معناها ايه، معناها طبعا اذكياء. حلو كده. اخر حاجه عندنا ليه مادري، دايما نعتمد على اداه التعريف. ها ليه مادري، طبعا ليه مادري جمع ايه، جمع مؤنث طبعا، فالاجابه تبقى اليجري. تمام، الاجابه تبقى اليجري. ماشي. في صفحه 24 عندنا لا ماكينه اسم مفرد طبعا، هنا هيبقى مفرد مؤنث، يبقى الاجابه تبقى جراندي. الاجابه طبعا ايه هتبقى الاجابه الاولى. بعد كده عندنا لا جورناتا، لا جورناتا طبعا هنا مفرد مؤنث، يبقى الاجابه تبقى importante. ماشي، الاجابه طبعا الثانيه. لا ليتسيوني ده معتمد على اداه التعريف. ها لا طبعا هنا مفرد ايه، مفرد مؤنث، يبقى الاجابه تبقى طبعا فاتشيلي. فاتشيلي طبعا من الجدول لما تنتهي بالاي بتبقى مفرد مذكر او مفرد مؤنث. بعد كده عندنا كلمه طبعا لي سبورت اهي، شايفه حاطط لك اللي محطوطه اهي لي سبورت، يبقى طبعا هنا ايه، يبقى جمع ايه، جمع طبعا مذكر صح، يبقى الاجابه تبقى importanti. تمام. طيب هنا عندنا دينو طبعا اونا بوكا، طبعا في فعل بنختار على اللي بعده. ماشي، فعل نختار على بعضه في افيري. ها عندي فعل افيري، اي فعل بختار على اللي بعده يبقى حرف جر اللي قبله، فعل بختار على اللي بعده. لو لقيت الاي اللي هي حرف الاي دي بنجمع اللي قبله واللي بعده. طيب هنا اون بوكا طبعا مفرد ايه مؤنث، فالاجابه تبقى بيكولا، الاجابه تبقى ايه بيكولا. طيب بعد كده عندنا طبعا هنا باولو نفس الكلام اهو افيري، طبعا لقيت افيري بنختار على اللي بعده. ماشي، اللي بعده طبعا اونا ماكينه مفرد برضو مؤنث، يبقى الاجابه تبقى نيرا. بعد كده عندنا ليه اميكي دي ايه دي ماريا، طبعا في حرف الجر دي اهو، خلاص بقى عرفنا. ها حرف الجر دي بختار على اللي ايه، على اللي بعده. ليه اميكي اهي، ليه هنا جمع ايه طبعا جمع مؤنث، فالاجابه تبقى جوفاني اللي هي الاجابه الثانيه. هنا ساره في فعل افيرا، اتفقنا فعل افيرا نختار على اللي بعده. ماشي، نختار على اللي بعده. اللي بعده هنا جمع مذكر، يبقى اجابه تبقى لونجي. تمام، لونجي طبعا اللي هي جمع ايه مذكر. طيب بعد كده عندنا هنا مارتينا طبعا ايه طبعا جابرو، طبعا هنا ايه الاثنين طبعا جمع، طبعا هتبقى الاجابه تبقى روسي، الوحيده اللي تنفع جمع. تمام، روسي جمع مذكر. ماشي. كويستو انسينيانت، واحد يجي يقول لي عندي هنا انسينيانت، طبعا تنفع مذكر وتنفع مؤنث، معلم او معلمه. بص في قبل منها كويستو اللي هو زي اداه الاشاره، هذا المعلم. كويستو اخرها او مفرد مذكر، يبقى الاجابه تبقى برافو. ماشي. بعد كده عندنا طبعا ليه كلاسي، ليه دايما نعتمد على اداه التعريف. ليه كلاسي، ليه جمع مؤنث، يبقى الاجابه تبقى جراندي. جراندي الاجابه الاولى. بعد كده البادري دي جوليا، البادري دي جوليا، البادري وفي حرف الجر دي بناخد على بادري مفرد مذكر، الاجابه تبقى طبعا هتبقى جوفاني، هي الوحيده اللي تنفع طبعا بالاي مفرد مذكر مفرد مؤنث. اللي طبعا عندنا الانسينيانتي دي الدو هي الدو ده مفرد، يبقى انسينيانتي دي مفرد ايه مذكر، فالاجابه تبقى ايه، تبقى برافو. يبقى طبعا هنا في السؤال الاخير في سؤال 34 هينفع طبعا برافو او سيمباتيكو، الاثنين برضو ينفعوا لان ده مفرد ايه مذكر، ولكن طبعا عمرها ما تيجي كده في الامتحان. ماشي، دي المفروض تبقى كانت فيهم واحده متعدله لايه اي نوع تاني غير المفرد المذكر. عندنا صفحة 31 لا ماما اسم مفرد صح كده، لا ماما ده اسم مفرد يبقى له يولاي، يبقى الإجابة تبقى بوليشة، الإجابة طبعا الثانية. بعد كده إيو إيه لا ماما أو إيو طبعا إيه ميا سوريلا أنا وأختي، طبعا أنا وأختي يبقى نحن نوي، يبقى عايزة إيامو يبقى بريفيريامو، بريفيريامو الإجابة إيه، الإجابة
طبعا التالتة اللي هي تشي يعني او سي. ماشي. لوي دي سهله قوي طبعا يبقى كابيشي الاجابه الثانيه. ايو اي جوليا انا وجوليا يبقى نحن يبقى طبعا كابيامو. ايو دي سهله قوي طبعا فينيسكو فينيسكو طبعا الاجابه الثانيه. اوعى تقول لي ديت اخرها ايامو هذه غلط. بعد كده ايو طبعا يبقى بوليسكو الاجابه طبعا الايه الثانيه. باولو اي تو باولو اي تو يعني باولو وانت او انت وباولو عادي الاثنين طبعا يبقى فوي صح. فوي يبقى عايزه ايتا يبقى طبعا كابيتا. بعد كده نوي نوي عايزه ايه دي سهله يبقى بوليامو. الاركيديتو لو حتى مش عارف معناه مع ان احنا خدناه في الكلمات على فكره. حد يعرف نوع ايه معناه ايه اركيديتو؟ خدناه في الكلمات اللي فاكر هو اللي هيبقى برنس. اركيديتو رقم 9 فاكرين دي كانت موجوده في الكلمات وبالتحديد في العمود اللي في النص. العمود اللي في النص. مهندس معماري. الله ينور ممتاز الله ينور اشكرك. تمام. هنا عندنا اركيديتو مهندس معماري مفرد حتى لو انا مش عارف معناه. نفترض انا مش عارف معناه اخره او مفرد مذكر واخد اداه تعريف الا ابوستروف مفرد برضه صح. والاسم المفرد اتفقنا لوي ولاي طبعا يبقى الاجابه كوسترو ويش. بعد كده راجاتسي وكوما جمع وكوما يبقى فوي يبقى الاجابه تبقى فينيتا. بعد كده اوجي ايو انا طبعا يبقى سبيديسكو هي طبعا اخرها او. لورو يبقى طبعا الفعل اخره انا اونو يبقى فينيسكو. الانسينيانتي لسه قايلين عليها من شويه انسينيانتي طبعا مفرد مذكر او مفرد مؤنث مش هتفرق معايا هنا مذكر ولا مؤنث المهم ان هو مفرد صح. يبقى سبيديش الاجابه الثالثه. نوي هتبقى طبعا بريفيريامو الاجابه ايه الاجابه الثانيه. أول واحدة في صفحة 32 عندنا باولو اسم مفرد لوي ويلي يبقى فينيشيا الإجابة الثانية. راجاتسي وكوما طبعا هنا جمع واضح انها جمع راجاتسي وكوما يبقى طبعا فوي اتي ايتي ايتي يبقى كابيتا. ماريا اي ايو اهي هي دي بقى اللي بنتكلم عليها اهي ماريا اي ايو يعني ماريا وانا او انا وماريا يبقى نحن يبقى طبعا فينيامو الإجابة الثالثة. البروفيسور المفرد صح لوي ويلي صح المفرد لوي ويلي بالإجابة فعل طبعا هيبقى آخرها ايه أو ايه تمام. طبعا يبقى الاجابه تبقى طبعا ايه الاجابه الثانيه. بعد كده عندنا توتا لا فاميليا خلي بالك من الحته دي تمام. طبعا في ناس تيجي تتلخبط تقول لك هنا طبعا معناها توتا لا فاميليا كل العيله يصرف لك مع لورو يقول لك هم. ليه يا جماعه ليه العيله هم ولا العيله طبعا لوي ولي هو او هي. فهمت ازاي العيله هي واحده حتى الدليل يا جماعه ان هي واخده لا. شايفها كده بص اهي في النص كده واخده ايه واخده لا فاميليا فمفرد يبقى لوي ولاي يبقى بريفيريش الاجابه ايه الاولى. يبقى خلي بالك لما تلاقي كلمه لا فاميليا لا باند لا كلاس مثلا الجروب كل دي بنصرف مع لوي ولاي. بعد كده عندنا طبعا هنا ليجيتو المفروض هي جي واحده بس مش مشكله. ليجيتو اللي هي مصر طبعا يبقى كوستر ويش الاجابه طبعا ايه الاولى. ليه راجاتسي ده جمع صح ما عدا التعريف ما معهوش يبقى هم. يبقى طبعا هنا طبعا بريفيريسكونو الاجابه رقم ايه. بص بعد كده بيقول لك ايه جوليا وكوما. بص بقى ركز في عشان ما تلخبط. جوليا وكوما وهنا في تو حط لك الضمير بتاعها ما هو اسم مفرد وكوما بحط الضمير بتاعها تو. ايه لا سؤال يعني انت والاخت تبقى انتم. طبعا الاجابه تبقى بوليتا تبقى ايه بوليتا. لا ماما اسم مفرد لوي ولاي يبقى طبعا كابيشي الاجابه الثانيه. لورو طبعا هيبقى عايزه انا اونو يبقى سبيديسكونو الاجابه طبعا الثالثه. ايو دي سهله يبقى طبعا هتبقى بريفيريسكو طبعا الاجابه ايه الثالثه. اوعى تختار دي مش اخرها او دي اخرها ايامو. ماشي. ايو اي تو يعني ايه ايو اي تو انا وانت تمام. فاكر قلت انا واي حد يبقى نحن نوي يبقى فينيامو. لو مش عارف اكتبها انا وانت تبقى نوي هي انا وانت اللي هي برضو نحن احنا. تمام يا شباب. و30 في صفحه 34 طبعا ده هنا بقى شامل اسئله شامله على كله. انا قلت لكم طبعا الحمد لله بفضل الله المره اللي فاتت احنا كنا خلصنا كل المراجعه بتاعت سنه اولى خلاص كده ما عندناش اي جزء يعني قديم نتكلم فيه خلصنا كل حاجه. طيب راجعت وكما جمع وكما واضح الاختيارات هنا فيها ايه يا شباب افعال تصريفات يبقى انا عايز ضمائر ايو تو لوي لي نوي فوي لورو. راجعت وكما جمع وكما يبقى فوي صح يبقى طبعا يبقى فاطي الاجابه ايه الاجابه طبعا الاولى. بعد كده عندنا طبعا هنا كارلا اسمه مفرد صح. لوي ولاي لان في الاختيارات في افعال. طب لوي ولاي عايز الفعل اخره ايه او ايه طب ما هو موجود اهو. ديفي من الافعال الخادمه اللي بعد منها مصدر يبقى ستوديار اللي هي قصدي اندار الاجابه الثالثه. ماشي. رقم 3 لسه ما اتكلمناش عنها اللي هي طبعا قاعده الساعه لسه ما اتكلمناش عنها نتكلم عليها النهارده ان شاء الله. بس طبعا هنا
دو طبعا اتنين بتاخد ليه، بتاخد ايه ليه، ماشي علمها دلوقتي وهنبقى نفهمها بعدين. طيب بعد كده عندنا هنا جرمانيا، جرمانيا اللي هي المانيا، المانيا دي دوله صح، مفيش بارتيرا عشان يبقى بير ولا حاجه، مفيش، يبقى الاجابه تبقى ان، الاجابه ايه الاولى. بعد كده بص هنا في الاختيارات، الاختيارات طبعا برضو فيها تصريفات افعال. طب انا ده اسم بنت صح، لوي ولاي، يبقى الاجابه تبقى بوليش، الاجابه رقم سي. الاختيارات فيها ايه لو انت واخد بالك؟ جنتيلي، برافي، عندنا طبعا جنتيلا وبرافا، يبقى طبعا دي هنا صفات والنقط في الاخر، يبقى طبعا عندنا ماريا ايه ساره، ماريا وساره طبعا اتنين، اتنين جمع ايه؟ طبعا هنبقى جمع مؤنث، فالاجابه على طول تبقى جنتيلي، الاجابه الاولى. بعد كده واضح في الاختيارات ادوات نكره صح، يبقى هبص على بعض النقط. اميكو مفرد مذكر بادئ بمتحرك، يبقى الاجابه تبقى اون، ها الاجابه الاولى، الاجابه اون، ماشي. بعد كده طبعا هنا ماريو اسمه مفرد، يبقى لوي ولاي صح، عايزه ايه، ايه او ايه، طب ما هي موجوده اهي صح، يبقى انداره، يبقى ايه انداره. بعد كده طبعا نقط سونو ايطالياني، واضح اننا بيختبرنا في فيربو اسره، سونو عايزه ايه ولورو، الاثنين موجودين بي وسي، طبعا هنا عندنا ايطالياني جمع، يبقى الاجابه تبقى ايه، تبقى لورو. بعد كده عندنا طبعا لا مادري، طبعا لا مادري ما فيهاش ديت، دي عايزه تتشال فيها هنا زياده، ماشي، لا مادري يعني الام. قال لك ايه لا فيليا، طبعا اللي في الاختيارات تصريفات افعال، يبقى عايزه ضمير، اتنين جمع يبقى لورو، يبقى بوليس كونو، الاجابه الاولى. بعد كده النقط في الاخر، النقط في الاخر زي ما اتفقنا يبقى على طول صفه صح. هنا عندنا فعل لسه متكلمين عنه من شويه، الفعل بعمل ايه مع الفعل؟ بختار على اللي بعده، ماشي زي ما اتفقنا الفعل بنعمل ايه؟ بنختار على اللي بعده. اي كابيلي جمع صح، يبقى الاجابه تبقى نيري، الاجابه الاولى. راجعت وكوما جمع وكوما زي اول سؤال بالظبط، هتبقى طبعا فاتي، طبعا فاتي فوي، اوكي. اخر حاجه عندنا البادري فا نقط روما اوجي، روما، روما دي ايه؟ مدينه، ما استعجلش زي ما اتفقت معاك قبل كده، قلت لك ما استعجلش. هنعمل ايه؟ والله هبص بصه على اللي قبلها، في فعل بارتير؟ لا ما فيش، في فا ده فعل عادي، يبقى طبعا نختار نختار ايه هي الاساسي، لو كان في بارتيره كنت هختار بير، ولو ما كانش في بارتيره وما كانش في كنت هختار الضا. ده اللي احنا اتفقنا عليه مع بعض، طبعا اسئله شامله على كله. هناخد ايه من ضمن الافعال في الكلمات؟ طبعا صفحه 42، ماشي. النهارده هناخد ايه؟ هنتكلم على العمود ده كده اهو بس، اوكي اهو العمود ده بس كده، حلو كده اهو زي ما انت شايف ده اهو الافعال فيربي، الجزء اللي على طبعا ايه الشمال هو ده اللي هنكتب عليه حفظ، ماشي، ده اللي هناخده الجديد النهارده. طيب عندنا في ايه؟ اول حاجه عندنا ابريتساري، ابريتساري معناه يقدر او يتمن حاجه، يتمن سعر حاجه او يقدر حاجه، يقدر ايا كان الحاجه دي كده، اوكي. كريدري اللي هي معناها طبعا يعتقد، كريدري معناها طبعا يعتقد. بعد كده عندنا فعل مانكاري، مانكاري يعني ناقص، ماشي، مانكاري يعني ينقص، ناقص، ممكن مثلا اقول ناقص 5 دقايق على ميعاد حاجه معينه، تمام، ناقص مثلا 8 3 ايام على الحفله، فاهم ازاي؟ هي بتمشي بالشكل ده، مانكاري، ماشي. طيب بعد كده عندنا طبعا يبدو سوبراري، سيمبراري، يبدو اسمها سيمبراري، يجتاز او يتخطى اسمها سوبراري، يجتاز او يتخطى يعني يتخطى مثلا امتحان، يتخطى مثلا مستوى معين في كورس، يتخطى اي حاجه، ماشي، تخطى، تمام، سوبر. بعد كده عندنا ريسبوندر، ريسبوندر طبعا معناها هنا ايه؟ معناها يرد على التليفون او يرد على حد او يجيب، اللي هي زي يجاوب يعني انسر، اوكي. بعد كده طبعا سابيري اللي هو فعل يعرف، فيديري اللي هي معناها يرى. بعد كده عندنا كيودري اللي هو معناها يغلق، كيودري اللي هي معناها ايه؟ يغلق، يقفل. برانزاري، برانزاري معناها طبعا يتناول الغداء، برانزاري معناها يتناول الغداء. تروفاري اللي هي معناها يجد، تروفاري معناها يجد. انيتسياري معناها يبدأ، انيتسياري معناها يبدأ. كامبياري معناها يغير، كامبياري معناها ايه؟ يغير. لافوراري، لافوراري اللي هي معناها يعمل. افعال طبعا جديده في منتهى الاهميه، ما الشباب يا ريت نهتم بيها كويس جدا، ماشي، ما نركنش الكلمات عشان ما تجيش تقول لي في اخر الترم انا عندي مشكله في حل القطع، هقول لك يبقى ما تحفظش كلمات على طول، مش هيبقى ليها حل تاني، ماشي، عشان القطع تعرف تترجم القطع، والقطع بتحتاج فهم، وهنشوف حتى الكلام ده طبعا اما نيجي نحل قطع ان شاء الله مع بعض، تمام. هقراها لكم كمان مره. عندنا ابريتساري، عندنا طبعا كريدري، مانكاري، سيمبراري، سوبيراري، ريسبوندere، sapere، vedere، chiudere، برانزاري، تمام، تروفاري اللي هي طبعا معناها يجد، انيتسياري اللي هي معناها يبدأ، كامبياري معناها يغير، لافوراري اللي هي معناها يعمل. تاني بنتكلم على الساعة من ضمن طبعا حروف الجر، قلت لك عندنا الساعة حاجة اسمها كي اوريسونو، كي اوريسونو معناها كام الساعة الآن، الساعة كام دلوقتي، ماشي. فطبعا عندنا ليها شكلين، يا إما واحد
يا إما من أول 2 لحد 12. لو واحد دايمًا هتلاقي قبل منها اللي هي طبعًا الA، فطبعًا هتبقى هنا الL apostrophe، هتلاقي الA اللي هي طبعًا بتاعة verb essere، تمام، فهاختار إيه، فهاختار الL apostrophe ماشي. طيب بعد كده عندنا هنا إيه، عندنا طبعًا هنا sono لو جات بعد منها أي عدد تاني، تمام، sono لو جات بعدها أي عدد تاني، وبالتالي أنا هاختار من الاختيارات اللي، ماشي. يبقى النهارده المفتاح عندنا في إيه أو sono. لو إيه على طول هالاقي طبعًا 1، ولو لقيت صون وهالاقي طبعًا 2، 3، 4 أي عدد تاني هنختار اللي، ماشي. طيب تعالَ نبُص بعد كده، عندنا إيه، السؤال التاني عندنا حاجة اسمها a che، تمام، ora. يعني إيه بقى a che ora؟ في أي ساعة، في أي ساعة. يعني إيه في أي ساعة؟ يعني هنا باسأل على ميعاد. الفرق فوق أنا باسأل على الساعة، الساعة كام دلوقتي، إنما هنا باسأل على ميعاد. يعني إيه ميعاد؟ ميعاد درس، تمام، ميعاد مثلًا ميعاد ماتش، ميعاد خروجة، ميعاد تمام، تقابل، حد هيقابل حد بنبقى متفقين على ميعاد، ميعاد interview colloquio، تمام، وهكذا، ماشي، ده ميعاد. طيب بيمشي إزاي؟ برضه نفس الكلام، عندنا أهو بُص كده بقى، هنا عندنا ممكن يبقى الساعة 13:00 أهو، كده أو كده، أو ممكن طبعًا يبقى إيه، أي عدد تاني طبعًا 2، 3، 4 أي رقم لحد إيه، لحد 12، تمام. طيب الفرق بقى إيه ما بينها وما بين اللي فوق؟ الفرق إن هنا بقى بتلاقي هنا أو مثلًا هاحط لك فاتو وهافهمك دلوقتي أكتر فاتو. الفرق بقى هنا يا شباب إن أنت بتلاقي أي فعل أهو، عامل لك هنا بُص، بُص أكتب لك هنا سهم لتحت، أي فعل تلاقي هنا قبل منها بقى قبل النقط أي فعل غير إيه بقى؟ غير إيه أو sono. أي فعل غير إيه، تمام، أو sono، أي فعل تاني ما عدا إيه أو sono، لإن لو لقيت إيه أو sono بالتالي هتبقى ساعة. فهمت إزاي؟ طيب في الحالة زي ديّة بنختار إيه؟ قال لك والله لو الواحد بتختار ال apostrophe، لو واحد بتختار إيه؟ بتختار ال apostrophe، لو أي عدد تاني بتختار ال. بنختار إيه؟ ال. ليه اخترنا ال apostrophe وال؟ لإن طبعًا هنا في فاضو، أو مش، أنا ما قلتلكش فاضو ده مش ثابت، أنا باقول لك يعني على سبيل المثال، إنما ممكن ألاقي أي فعل تاني، قُلت لك أهو أي فعل، بُص كده باقول إيه أهو، أي فعل، أي فعل غير إيه أو صونو، لإن لو لقيت إيه أو صونو إيه هالاقي غصبٍ عني لازم الواحد، فهاختار ال apostrophe، ولو لقيت صونو هتلاقي أي عدد غير الواحد طبعًا من أول 2 لحد 12، وبالتالي هتختار اللي. فهمنا إزاي يا شباب؟ ده كده السؤالين بتوع الساعة، ما عنديش غيرهم بس. السؤالين بتوع إيه، بتوع الساعة، يبقى عندنا كي أوري سومو اللي هي معناها كام الساعة دلوقتي، وأكي أورا في أي ساعة، طبعًا بقى وبتكمل بقية السؤال. في حاجة صعبة كده يا شباب؟ أهي. موضوع سهل والّا صعب؟ أعتقد موضوع بسيط. يبقى أمّا تلاقي عدد أو ساعة ركّز شوف الفعل هنا عندك إيه، لو لقيت إيه أو صونو يبقى الapostrophe أو ليه، ولو لقيت أي فعل تاني بقى مش شرط برضه، أي فعل غير إيه أو صونو، لو واحد بيبقى الapostrophe، ولو أي عدد تاني بيبقى طبعًا الله. تمام يا شباب؟ يبقى تاني ميتزو جورنو منتصف النهار الساعة 12:00، ميتزانوتي منتصف الليل، الاتنين بياخدوا حرف الجر ماشي، لأنها برضه دي تعتبر من إيه، من الساعة، تمام. هنختار معاهم حرف الجر إيه، لو جات لنا كلمة ميتزو جورنو أو ميتزانوتي الاتنين هنختار معاهم حرف الجر إيه، حرف الجر أوكي، ماشي. يبقى عندنا كلمة انترنت بوينت اللي هي معناها إيه، السايبر. السايبر طبعًا بتاخد إيه، بتاخد ال apostrophe، ماشي. السايبر بتاخد إيه، بتاخد الapostrophe، خلي بالك من بعض الحاجات الجديدة دي، تمام. يبقى عندنا ميتزو جورنو طبعًا بتاخد ميتزانوتي برضه بتاخد كلمة انترنت بوينت لو صدفتك دي لوحدها كده بتاخد إيه، بتاخد الapostrophe عشان لو جات لك من ضمن حروف الجر. إحنا النهارده بنعمل finish خلاص بقى، بنفنش على بعض الحاجات اللي ناقصة معانا عشان يبقى حروف الجر ما عندناش فيها مشكلة. النهارده نهاية الوحدة الأولى بالنسبة للجرامر، أوكي. هنحل عليها برضه أسئلة وناخد عليها أسئلة واجب بإذن الله. بُص كده، قُلت لك لو لقينا يا جماعة إيطاليا، لو لقينا إيطاليا لوحدها كده عادية خالص، جات بعد منها أي حاجة أو ممكن ما جاش بعد منها حاجة، أنا باختار حرف الجر إن. عادي، أنا عارف إن الدول بتاخد إيه، بتاخد الإن. طيب ولكن لو أنا لقيت إيطاليا ولقيت بعد منها حرف الجر الدي، تمام، زي ديل ساود. يعني إيه إيطاليا ديل ساود؟ قُلنا يعني جنوب إيطاليا. هنا قُلنا معناها تخصيص أو تحديد، أنا حددت أو خصصت. طيب أعرف منين التخصيص؟ قُلت لك هتعرفه من حرف الجر دي. كل الحروف اللي تحت اللي أنا كاتبها دي كده تعرف إن الجملة دي جملة تخصيص، اللي هي إيه، الدي، الدل، الدلو، الدلة، الدل apostrophe ودلي. حلو، ده كده جملة إيه، تخصيص. أيوه، طب الحل هيبقى إيه؟ قُلت لك أمّا تعرف إن الجملة دي تخصيص هتعرف هتحط إن زائد طبعًا إيه، طبعًا أداة تعريف اللي بعد النقط. إن طبعًا عادية عشان هي طبعًا إيطاليا بتاخد إن، وأداة تعريف طبعًا هنا هتبقى
ابوستروف. يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ هتبقى نيل ابوستروف. تمام اهو، نيل ابوستروف. ايه نيل ابوستروف دي اللي هي الان زائد ال ابوستروف. زي ما فهمتك قلت لك حته ان انت ازاي تدمج حرف جر مع اداه التعريف، هفهمها لك بمنتهى البساطه. هي موجوده عندنا في المذكره، بس طبعا مش حفظ، مش هخليك تحفظها لان شكلها اصلا يخض. هتحفظهم ازاي؟ مش هينفع يتحفظوا. هفهمهم لك ماشي، ولكن خليك عارف بعض المعلومات البسيطه دي. طيب لو جيت كتبت مثال تاني، بص اهو برضه عشان نوضح المعلومه بشكل ادق. لو جيت كنت كتبت لك هنا بيبليوتيكا، بيبليوتيكا، تمام. بيبليوتيكا طبعا معناها مكتبه، حلو. ولو جيت كتبت لك تحت هنا مثلا، بص اهو تحت منها كاتب لك ايه؟ تمام، تيكا، تمام، ديلا سكولا، تمام اهو. حلو، تعال نحل مع بعض. اول حاجه انا لقيت بيبليوتيكا بعدها حرف الجر دي في تخصيص ما فيهاش، يبقى ان. خلاص انا عارفها ان لوحدها وشكرا. كلام جميل قوي. طيب هنا بص بقى، لقيت بيبليوتيكا بس جه بعد منها ايه؟ جه بعد منها التخصيص اهو. فين ديلا؟ اهي كنا قالنا هنا. يبقى دي مستر جمله ايه؟ الصوت والصورة بيعلقوا كتير. دي عندك انت بس ولا عند كله؟ شوف يعني الباقي كله برضو عنده بيحصل كده ولا انت بس؟ الباقي عنده تمام طيب ولا في حاجه؟ جماعه سامعيني؟ أنا تمام عندي عادي. اوكي طيب ماشي اهو. تعالى ان شاء الله دلوقتي هيتظبط. طيب تعالى بص نكمل مع بعض. عندنا ايه؟ عندنا طبعا جينا هنا قلنا بقى بيبليوتيكا ديلا سكولا. يبقى انت بقى على طول فهمت او ترجمت في دماغك ان دي جمله ايه؟ جمله تخصيص، مكتبه المدرسه. حلو. يبقى الحل هيبقى ايه؟ بشكل بسيط قوي هتقول لي والله الان صح، ما هي بيبليوتيكا بتاخد ان، ما احنا عارفين بقى. حلو. زائد ايه؟ هات لي اداه تعريف بعد اذنك. شفت عشان كده اهميه ادوات التعريف اللي اتكلمنا عنها من كام حصه. طبعا هنا عندنا بيبليوتيكا مفرد طبعا مؤنث، بادئه بالحرف البي اللي هو طبعا ساكن، يبقى الاجابه تبقى لا. الاجابه تبقى ايه؟ لا. طب الناتج بتاع ده يديني ايه؟ قلت لك الان بتبقى ان اي اهي. حلو. وحط الله، هتحط ايه؟ الله اهي، وحط لها معلش ان في النص بس اهو. يبقى الاجابه تبقى نلا. هو ده اللي انا اختاره من الاختيارات. فهمت؟ يبقى انا اختار ايه من الاختيار ده لو ايه؟ لو لقيت بعد بيبليوتيكا اي حاجه من حرف الجر دي. فهمت ازاي؟ يبقى الكلام ده بينطبق على ايه يا جماعه؟ في حرف الجر ان بينطبق على الدول، بينطبق على الدول، اي دوله طبعا بقى تلاقي ايجيبتو، ايطاليا، فرنسا، اسبانيا، تمام، اي حاجه. وينطبق برضو على الكلمات اللي هي بتاخد حرف الجر ان، زي تشينترو وتشيتا وفاكانسا وفارماتشيا وبيبليوتيكا وديسكوتيكا واوفيتشو وبيشينا وباليسترا. كل الحاجات دي بينطبق عليها زي ما احنا شفنا كده مع بعض. تمام اهو. ده كده بشكل ايه؟ بسيط زي ما انتم شايفين كده قدام منكم. في حاجه صعبه ده يا شباب مش واضحه؟ اعيد حاجه تانية اهو. هنا لو جت عندنا تياترو هحط ايه؟ حرف الجر عارفها اللي هي طبعا معناها ايه؟ معناها مسرح. حلو. عندنا حتتين تخصيص موجودين في كتاب المدرسه زي ما هم كده. حاجه اسمها تياترو تمام فيردي. تياترو فيردي معناها المسرح الاخضر، ده حاجه موجوده في ايطاليا. قال لك هنا باعتبارها تخصيص فحط هتختار معاها ايه؟ تمام. طب هنا ليه اخترنا هنا باعتبارها تخصيص؟ طب واحد يجي يسالني فين حرف الجر دي؟ لا هنا مفيش، دي حالات استثنائيه عشان كده كتبتها لك بالظبط. ماشي. يبقى لو لقيت تياترو لوحدها تختار ايه؟ لو لقيت تياترو فيردي معناها المسرح الاخضر. ايه المسرح الاخضر؟ دي حاجه موجوده في ايطاليا. ماشي. او برضو حاجه اسمها تياترو دانتي دي برضو ده مسرح في ايطاليا اسمه مسرح دانتي. اوكي. طبعا بياخد حرف الجر برضو ايه؟ ماشي. هم دول الحالتين اللي موجودين في حرف الجر اللي بنتعامل معاهم كانهم تخصيص بس ماشي. الباقي كله في الان. الباقي كله ايه؟ في الان. انما غير كده لا، هم دول بس كده اللي خلي بالك منهم، اللي هي حتتين دول اهو، تياترو فيردي وتياترو دانتي. لو لقيتهم هتختار معاهم هلاقيتهم ايه؟ اخترت انما لو لقيت تياترو لوحدها فانا بختار بالتالي هختار ايه؟ هختار حرف الجر تمام اهو بالشكل قدام مننا ده. حرف الجر الدي ده ما بيجيش كتير، ولكن هو بيعبر عن حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ قال لي يعبر عن الملكية، بيعبر عن الملكية والجنسية. بيعبر عن الحاجتين دول، الملكية والجنسية. بمعنى اما اجي مثلا اقول لك، بص اما اجي اقول لك ايه؟ الليبرو يعني الكتاب دي، تمام، باولو. يعني ايه هنا بقت تفهم ايه من الجمله دي؟ يعني كتاب باولو اهو، كتاب تمام باولو. ماشي. اما اجي اقول لا بينا معناها القلم، تمام. لا بينا دي احمد، يعني قلم احمد. تمام. مثلا اما اكتب لا كازا دي منى، يعني بيت منى. فهمت ازاي؟ يبقى هو بيعبر عن ايه؟ عن ملكيه. مثلا اما اجي اقول لك ايه؟ مثلا لا كونشيرتو او ايه الكونشيرتو دي عمرو دياب، يعني حفله عمرو دياب. فهمنا ازاي؟ يبقى هو بيعبر عن ملكيه.
اوكي ماشي. طب ايه الحاله التانيه بيعبر عن الجنسيه ازاي؟ احنا عندنا سؤال الجنسيه اللي احنا خدناه في سنه تانية او في سنه اولى الترم الاول، دي دوفا سي، من اين تكون، انت منين؟ صح. كانت الاجابه ساعتها كانت ايه؟ كان بيقول سونو، تمام، دي ايه، دي روما، تمام، اكون من روما اهو. ادي برضو هنا عندنا ايه، الدي، فهمت ازاي اهو. دي جزئيه كده يا جماعه بسيطه جدا عن حرف الجر ايه، عن حرف الجر دي. هو بصراحه ما بيجيش كتير ماشي، بس لو جالك عشان لو جالك برضو يبقى احنا عارفين معلومات عنه بشكل كويس. اوكي طيب بعد كده عندنا ايه، عندنا فرا. بص عندنا ايه، عندنا فرا وسلاش كده نكتب ترا. فرا وايه، فرا وترا. ماشي، عندنا فرا وترا. يعني ايه فرا وترا؟ الاثنين معناهم بين، بين، تمام، بين او تمشي بمعنى خلال، ولكن احنا اكتر هنحتاجها بمعنى ايه، بمعنى بين. اوكي طيب تعال بص كده المثالين دول هم اللي هي معناها هنا طبعا il tavolo e نقط la porta e la finestra. عايز يقول لك ان il tavolo معناها الترابيزه، e تكون نقط، تمام، la porta يعني الباب، e la finestra يعني الشباك. يبقى انا عايز اقول ان الترابيزه بتكون بين اهي، تمام، الباب وايه، والشباك. يبقى دايما تاكد ان طبعا لو هتختار فرا او ترا طبعا الاثنين واحد، ما الاقيش الاثنين في الاختيارات، يا الاقي فرا يا الاقي ترا، لان ما ينفعش الاثنين، لان الاثنين زي بعض. طبعا لو لقيتهم يبقى لازم رقم واحد ان انا الاقي حاجتين ورا بعض، حاجتين في واو اهو، لان هي باينه. باينه يبقى اكيد لازم يبقى في حاجتين، يبقى الحاجه الشيء الفلاني ده هيكون موجود ما بين ايه، حاجتين. زي لابورتا طبعا معناها هنا الباب، ايه لا فينيسترا اللي هو الشباك. فهمت ازاي اهو. يبقى طبعا هنا هنختار ايه، هنختار حاجه من الاثنين، نختار فرا مثلا اهو بس. ماشي، نختار فرا او اهو برضو ترا، حاجه من الاثنين. قلت لك مش هنلاقي الاثنين في الاختيارات. تمام، ده مثال. المثال الثاني مثلا بيقول نقط لي ستودنتي، يعني نقط الطلاب، يوجد un ايطاليانو يعني يوجد ايطالي. يبقى اكيد السؤال بين الطلاب، فرا او طبعا ايه، او ترا، على حسب ما يبقى موجود في الاختيارات. بين، تمام، لي ستودنتي الطلاب، يوجد un طبعا ايطاليانو يعني يوجد ايه، يوجد ايطالي، يوجد حد ايه، يوجد حد ايطالي. بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده شباب يبقى انتهت حروف الجر بالنسبه طبعا للوحده الاولى. ماشي، خلصتها لك كلها كده تماما الحمد لله. اتمنى ان الواحد يكون وفق فيها وان انتوا تكون وصلت لكم بشكل كويس. ماشي كده ايه، خلصت الحمد لله. في صفحة طبعا 46 طبعا بص احنا عندنا طبعا فوق ده، دي حاجة مالكش دعوة بيها دلوقتي اهو. الجزئية اللي فوق دي كلها كده مالكش دعوة بيها دلوقتي، تمام. دي حاجة اسمها حروف جر مركبة، هنتكلم عليها لما نيجي ناخد الاتجاهات. ماشي، طبعا ما تتخضش، مش هحفظها لك، مش هتحفظها، تمام، كلها هتبقى بالفهم ان شاء الله. الجدول ده كله باذن الله هخليك تفهمه. ماشي، انا بس عايزك تعرف حرف الجر دي، قلت لك اعرف اشكاله عشان في التخصيص لسه ما كنا متكلمين عنها طبعا من شويه. اوكي طيب اول حاجه حرف الجر طبعا قلنا طبعا كازا اللي هي مدرسه، كازا منزل، سكولا مدرسه، ونافست حفله، ليتو يعني طبعا سرير، تياترو مسرح، وبيدي معناها سيرا على الاقدام. خلي بالك بص هنا مكتوبه ال، ها، خلي بالك بص كاتب لك هنا ايه، ال طبعا هنا عندنا كايرو وماري وبار، تمام، وعندنا تشينيما، وهنا طبعا في طبعا بريمو بيانو الدور الاول، وريستورانت اللي هو المطعم. ماشي، كتبت لك كلمه انترنت بوينت صح من شويه ما كتبناها، قلت لك معناها السايبر. لو عايز تترجمها وتكتبها بره طبعا بتاخد ال ايه، ابوستروف. طبعا عندنا روما وميلانو دي مدن، فحطينا طبعا معاهم حرف الجر ايه، حرف الجر بيعرفني طبعا هنا بعد في صفحة 47 عندنا طبعا بعد النقط طبعا في هنا فعل مصدر جوكاري او فاري، فطبعا بيعرفني ان انا بختار حرف الجر ايه، حرف الجر بعد كده الساعات دي اللي اتكلمنا عنها من شويه، طبعا قلنا الساعه طبعا نختار هنا الله. اوضته معناها 8، بص قبل منها في ايه، في فادو، مش فعل اسر اللي احنا اتكلمنا عليه، يبقى نختار ايه، نختار الله. بعد كده طبعا عندنا ميتزو جورنو ميتسانوت، لسه كنا كاتبينها ميتزو جورنو دي كده اهي معناها منتصف النهار، ميتسانوت معناها منتصف الليل. وقلنا طبعا الاثنين بياخدوا حرف جر ايه، بياخدوا حرف جر ماشي. بعد كده اتكلمنا على الضاد، طبعا الضاد كنت ملخصه لك بشكل احسن. طبعا عندنا روما قلت لك مدينه لو ما فيش ايه، طبعا قلت لك ايطاليا لو ما فيش بس بص قلنا ايه، ده الابوستروف، لان ايطاليا هتاخد ساعتها اداه تعريف. قلنا برضو اسماء الاشخاص بتاخد برضو ضاد، زي طبعا هنا ماريو او اي اسم شخص. قلت لك المهن بتاخد طبعا ايه، ضل، زي طبعا ميديكول ده هي معناها صيدلي، ودينتيستا اللي هو دكتور ايه طبعا اسنان. ماشي، كانت معانا برضو كلمه ايه، كلمه سولو. اوكي طيب بعد كده عندنا هنا الدي. بعد كده عندنا دي طبعا اتكلمت معاك قلت لك طبعا اول حاجه في الجنسيه زي طبعا دي دوفي سي سونو طبعا ايه، دي روما، او طبعا باولو ايه، دي ايطاليا، باولو يكون من ايطاليا. الناحيه الثانيه تستخدم للتعبير طبعا عن الاضافه والملكيه. دي كي اي كويستو ليبرو، ملك من يكون هذا الكتاب، قال لك طبعا الليبرو اي دي علي، الكتاب يكون ملك علي. او طبعا عندنا طبعا ايه، الليبرو دي ايطاليانو يعني كتاب الايطالي ايه طبعا جونيور، طبعا او هنا طبعا جونيور ايه طبعا 1 او اونو. اوكي
تمام. هنا ده بالنسبه ايه لحرف الجر دي. حرف الجر ان اول واحده دي سيبها، ايه نيلو وفي ديزاين والكلام دي سيبها. ماشي. رقم واحد دي سيبها، هنتكلم عليها اكتر في الوحده الثانيه باذن الله. ماشي سيبها. رقم اتنين مع البلاد، احنا عارفين طبعا هنا عندنا ايطاليا وعندنا طبعا ايجيبتو. ماشي. عندنا طبعا بعد كده طبعا وسائل المواصلات، وكاتب لك بص ايه، كاتب لك ايه بدون اداه تعريف. وسائل المواصلات بدون ايه اداه تعريف، زي طبعا ان ترينو او ان ايريو. اوكي يا شباب، اهو ده كده برضو بالنسبه لايه حرر ان. عندنا بعض الحاجات بقى وبعض الاماكن، زي طبعا عندنا طبعا الديسكوتيكا اللي هو طبعا كان معناه الديسكو. ماشي. كان عندنا بيبليوتيكا اللي هو طبعا المكتبه. بعد كده عندنا طبعا كلمه بيشينا. بيشينا بس طبعا عدلها عندك لو هي مش واضحه، لو انت مصورها يعني عدلها واكتبها طبعا بحرف ايه، بحرف الا. بيشينا اخرها حرف الا. ماشي. عدلها وخليها ايه، خليها بحرف الايه الا. ماشي. بيشينا اخرها حرف الا. اوكي. طيب بعد كده عندنا طبعا عندنا تشينترو اللي هي طبعا معناها وسط البلد. فاكانسا اللي هي معناها اجازه. بيتزيريا اللي هو طبعا مطعم للبيتزا. تشينترو اللي هي، او هنا طبعا عندنا تشيتا اللي هي معناها مدينه. اوفيتشو خلي بالك مهمه برضو، معناها مكتب. وطبعا فارماتشيا اللي هي معناها ايه، معناها طبعا الصيدليه. ماشي. كل طبعا الحاجات دي بتاخد ايه، بتاخد حرف الجر ان. طبعا كنا ضايفين عليها طبعا كلمه باليسترا صاله الجيم. كنا ضايفين كلمه فيا اللي هي طبعا معناها شارع. ماشي. طبعا كلها الحاجات دي كانت طبعا مهمه جدا. اوكي. بعد كده عندنا بص هنا طبعا رقم واحد، اماكن الى طبعا التي عادة تأخذ حروف جر بسيطة، مثل طبعا تياترو وبيبليوتيكا اوفيتشو وطبعا ايطاليا. بص عندنا طبعا هنا تياترو، طبعا تياترو عادية. انما قلت لك كلمة تياترو فيرتي او تياترو دانتي الاثنين بياخدوا ايه الارض. عندنا بعد كده اهو بيبليوتيكا. قلت لك لو بيبليوتيكا ماشي جت بعدها مثلا حرف الجر دي اهو اونيفرسيتا، تبقى طبعا هتحط ايه نيلا. ليه نيلا؟ اكتب فوق منها ان زائد الله، ان زائد اداة تعريف ايه الله. بعد كده عندنا اوفيتشو ماشي، جه بعد منه اهو الدل، طبعا في تخصيص يبقى نيلا ابوستروف. طب هنا اوفيتشو جه برده بعد منه الدي اهو زي ما هو، انا وريتك اشكالهم طبعا. وفي انما مينو بادري ايا كان اللي بعده ايه، بس في دي يبقى طبعا يبقى نيل ابوستروف. اخر واحده طبعا هنا عندنا برضو ايطاليا، جت بعدها ديل ساوث زي ما قلت لك طبعا يبقى ايه نيل ابوستروف. ليه؟ لان ايطاليا بتاخد ال ابوستروف وهي اصلا عايزه ايه، عايزه الان. اتفقنا. بعد كده حرف الجر بير، قلنا طبعا بيجي معاه طبعا اهو الدول والمدن، بشرط يكون في فعل بارتيري زي بارتو بارتي بارتي بارتيامو بارتيتي بارتونو. بعد كده قلت لك هنا طبعا عندنا طبعا فعل بير. اول واحده هنا شباب عندنا طبعا ايه، عندنا كلمه تشينيما. التشينيما هنا بتاخد ايه، احنا في صفحه 49. التشينيما بتاخد ايه، بتاخد ال. يبقى الاجابه ايه، الاجابه الاولى. تمام. الاولى. بعد كده هنا عندنا بيروجيا. لو انت مصورها المذكره اكتب طبعا دي مدينه. بيروجيا دي ايه، دي مدينه طبعا. ولو تاخد بالك قلت لك بقى ما تلاقي دوله او مدينه بص الاول في بارتيرا ولا لا. هنا طبعا بير صح كده، الاجابه طبعا ايه الاولى. دوتوري. دوتوري دي طبعا هنا ايه مهنه صح. المهن قلنا كلها ايه بتبقى ضل، المهن كلها ايه ضل. خلي بالك بقى من سؤال رقم 4 وهات قلمك معايا يا ريت. سؤال رقم 4 ده هات قلمك فيه معايا، انا حبيت اقولها في السؤال ده. هنا عندنا فيرنسا. فيرنسا اكتب عليها طبعا فلورنسا دي مدينه. اكتب ايه مدينه. حلو كده مدينه، كلام جميل. يبقى المفروض حاجه بص قبل النقط في طبعا بارتيرا ولا لا. لقيت بارتي، لقيت ايه بارتي. حلو. يبقى كده عايزه ايه، عايزه بير صح. اجي ابص في الاختيارات مفيش بير. طب ايه الحل هنا؟ قال لك والله يا ريت بقى تكتب في الجزئيه دي كده. بص انت عندك هنا السطر ده فاضي اهو، الحته دي فاضيه. اذا لم يوجد بير في الاختيارات اكتب كده، اذا لم يوجد بير في الاختيارات نختار ضا زائد أداة نختار ضا. إذا لم يوجد طبعا بير نختار الضا. دايما تحس إن الضا هي بتعوض معاك في أي حاجة. ماشي. يبقى اكتب إذا لم يوجد بير. لو ما لقيتش بير افرض صادف معاك ما لقيتش بير، أنا عايز بير لأن في بارتيرا. قال لك نختار ضا. اوكي. تيجي بعد كده عندنا طبعا هنا كلمه سولو اتفقنا عليها، قلنا طبعا بتاخد ايه، بتاخد ضا. الاجابه الثالثه. ايطاليا. حلو دي دوله. اشوف بقى في عندنا طبعا بارتيرا ولا ما فيش، دي فيفا يبقى ان. ماشي يبقى ان. اوكي. انت لو تاخد بالك انا بص بعد النقط ها، لو تاخد بالك حروف الجر كلها طبعا اونديتشي طبعا دي ايه، دي 11 دي ساعه. خلي بالك في هنا بص حتى في انديامو يعني مش فعل اسر طبعا. يبقى الاجابه تبقى الاجابه تبقى الاجابه الثالثه. بعد كده هنا عندنا اونافيستا. اونافيستا لو فاكر خدناها في حرف الجر خدناها في ايه، حرف الجر كلام جميل. يبقى طبعا نختار الثانيه. بعد كده هنا عندنا اميتشي. اميتشي هنا ايه، ده اصدقاء. اميتشي ده اسم صح. لو انت فاكر هتقول الاسماء كانت بتاخد ايه يا جماعه، كانت بتاخد يا اما كن وبتمشي بمعنى مع، يا اما كانت بتاخد طبعا ضا وبتمشي بمعنى عند. تمام. هنا طبعا ما عندناش ايه، ما عندناش طبعا كن، يبقى هنختار ايه ضا صح. يبقى الاجابه ولا الثانيه تنفع ولا الاخيره تنفع، انهي واحده اختار، الاولى ولا الثالثه؟ من رايكم اختار انهي واحده، اختار انهي واحده؟
طبعا واضح هنا الاتنين بيتكلموا على أداة التعريف يا جماعة، بيتكلموا على أداة التعريف، لأن دي فيها ضا ودي فيها ضا، بس دي فيها إلا بوستر وفيها دي ليه. يبقى طبعا الإجابة تبقى ضلي. ضلي ليه يا جماعة ضلي؟ لأن أميتشي كده، حاول جيب لي أميتشي كده، هات لي ليها أداة تعريف. أميتشي أهي دي، هتقول لي إيه؟ والله جمع مذكر بدأ بإيه؟ بدأ بمتحرك، يبقى الإجابة تبقى ليه. الإجابة تبقى إيه؟ ليه. تمام. ليه حطها مع الضا، تبقى طبعا إيه؟ ضلي. تمام. أهو كيف تمام تترجم ماشي سؤال المواقف. هنعمل ايه مع سؤال المواقف؟ هنترجمه ازاي؟ طبعا سؤال المواقف عامل شبه السنه اللي فاتت، في ايه؟ في طريقه الحل، اللي هي كانت ايه طريقه الحل؟ اللي هو كان بيبقى فيه 5 اختيارات، بنختار 2 صح. نفس الكلام برضه، هو نفس سؤال المواقف. طيب عشان نعرف نترجم المواقف تمام، هناك هو ركز معايا تمام 8 كلمات لازم دول تكتبهم عندك. 8 كلمات تساعد على ترجمة ايه؟ السؤال. تساعد على ايه؟ ترجمة. 8 كلمات دول بيساعدك. عارف ال8 كلمات دول يا شباب بيخلوك على الاقل عارف تترجم نص السؤال. اللي هم ايه بقى ال8 كلمات؟ تعال اكتبهم معايا ماشي. يلا بينا بقى، ركز. 8 كلمات مهمين جدا. اول كلمة كوزا. كوزا طبعا اللي هي معناها ايه؟ معناها ماذا. كوزا معناها ماذا. بعد كده عندنا كلمة ديكو معناها أقول. ما تستغربش لو لقيتها بدل الأو لقيتها آي. ديتشي تقول عادي جدا. تمام. عندنا كلمة إنديكو يعني إيه إنديكو؟ معناها أشير. أنا بقول لك الكلمات دي بتتكرر كتير قوي في الأسئلة، فأنا أحفظها ونخلص منها. يبقى كوزا، ديتشي أو ديكو طبعا معناها أقول، وإنديكو معناها أشير. إيه كمان؟ عندنا كلمة إسبريمو. يعني اسبريمو معناها اعبر. برضو ما تستغربش لو لقيتها اسبريمي يعني تعبر. ماشي اهو. يبقى دول لحد دلوقتي 4 كلمات. عندنا كوزا، ديتشي، هنا انديكو، واسبريمو او اسبريمي معناها اعبر او تعبر. حلو. بعد كده عندنا ايه؟ عندنا كلمه كواندو يعني ايه؟ كواندو معناها عندما. كلمه كواندو معناها ايه؟ عندما. بعد كده عندنا كلمة كيدو تمام. أو ما تستغربش لو لقيتها كيدي عادي جدا، معناها تسأل أو أسأل. أنت بتسأل أو أنا بسأل. تمام. كيدو تمام، أو كيدي عادي جدا، أسأل أو تسأل. طيب بعد كده عندنا كلمة كوال كونو معناها شخص ما. كوالكونو معناها شخص ما. بعد كده عندنا كلمة تمام كوالكوزا معناها شيء ما. حلو كده. يبقى عندنا طبعا كوزا اللي هي معناها طبعا ماذا، ديكو او ديتشي اللي هي معناها اقول او تقول، انديكو معناها اشير، اسبريمو معناها اعبر، كواندو اللي هي معناها طبعا عندما، هنا كيدو او كيدي طبعا معناها اسال او تسال، كوالكونو معناها شخص ما، وكوالكوزا معناها شيء ما. اوكي، دول طبعا 8 كلمات، اكتر 8 كلمات بيتكرروا في سؤال ايه؟ في سؤال طبعا الايه؟ المواقف. بص عندنا هنا طبعا اول موقف. تعالى بقى بص معايا، ويا ريت انا سايب لك مكان كده للترجمه، في مكان تحت كده ايه فاضي كده في المربع تمام للترجمه، اللي هو المكان ده اهو برضه هحدد لك عليه اهو، ده كده خليه للترجمه تكتب فيه. يلا. اول سؤال عندنا بيقول لك كوزا ديتشي كواندو سبريمي. كوزا ديتشي كواندو، حتى دي على الاقل اهو. كوزا معناها ماذا، ديتشي تقول، كواندو عندما، يبقى ماذا تقول عندما. ماشي. يبقى ايه؟ كوزا ديتشي كواندو ماذا تقول عندما. اعمل لي بقى دايره كلمه سبريمي، برضو احنا عارفينها كاتبينها برضو معناها تعبر. ماذا تقول عندما تعبر، خدنا برضو من ضمن الكلمات. عندنا بقى ايه؟ احفظ الكلمتين دول، كلمه دوبيو وكلمه انيتشيرتيتسا اهو. الكلمتين دول احفظهم، دول اعمل عليهم دواير بقى. هو ده اللي انا عايزك بقى تاكد عليهم في كل موقف. احنا طبعا الكلمات اللي كتبناها من شويه ديت كلمات ثابته، يعني هنشتغل بيهم لحد اخر موقف عندنا في السنه، ولكن بقى في كل موقف دوري بعمل ايه؟ بحفظ الحاجات ديت بقى، اللي هي زي ايه؟ زي كلمه دوبيو اهي، زي كلمه دوبيو دي اللي نحط عليها كده ايه؟ دايره دوبيو. ماشي. وكلمه ايه؟ وكلمه انيتشيرتيتس اهو، دول بقى اهو دايره كده ودايره كده. ماشي. دوبيو وانيتشيرتيتسا. يعني ايه دوبيو وانيتشيرتيتسا؟ شك او عدم يقين. يبقى ماذا تقول عندما تعبر عن دوبيو معناها الشك، او انيتشيرتيتسا عدم يقين او عدم تاكد. انت مش متاكد من حاجه، هتقول ايه بقى؟ عندنا 7 حاجات صح. 7 حاجات دول هتلاقي في الاختيارات منهم 2 بقى، لان احنا اتفقنا 5 اختيارات بنختار 2. اول حاجه ما نونسوسي لكن لا اعرف لو، وتلاقي بقيه الجمله بقى. طبعا مش بتلاقي الحته دي بس، بتلاقي جمله بقى طويله، بس انا عايز الحته دي. ما نونسوسي لكن لا اعرف لو. ترجم معايا.
ترجم، لازم تترجم. تاني واحدة probabilmente معناها من المحتمل. probabilmente معناها من المحتمل. probabilmente. credo معناها أعتقد. credo معناها أعتقد. non sono sicuro. non sono sicuro لست متأكد، مش متأكد، لست متأكد. forse اللي هي معناها ربما. forse معناها إيه؟ معناها ربما. بعد كده عندنا penso. penso معناها أظن. penso معناها إيه؟ أظن. آخر واحدة عندنا è vero معناها هل حقيقي أو هل صح. طبعا كلها حاجات بتعبر عن شك أو عدم يقين، أنت مش متأكد من الحاجة اللي أنت بتتكلم عليها أو اللي أنت إيه بتقولها. ماشي، يبقى النهارده الموقف ده بيتذاكر إزاي أهو. دوبيو انيتشيرتيتسا، بعرف الكلمتين دول دوبيو انيتشيرتيتسا، لو لقيتهم أختار أي حاجة من السبعة. ما نون سو سي probabilmente credo non sono sicuro forse penso و è vero. ماشي، ده كده بالنسبة للموقف الأول. الموقف الثاني بص نفس الكلام، كوزا ديتشي كواندو سبريمي اهو. ماذا تقول عندما تعبر؟ ماذا تقول عندما تعبر؟ بتعبر عن ايه؟ اتشيرتيتسا، ودي كلمه حتى بص انا ملونها بالاحمر. اتشيرتيتسا يعني ايه؟ اتشيرتيتسا اكتب عليها تاكد، التاكد او اليقين. ماذا تقول عندما تعبر عن التاكد او اليقين؟ حلو. او الحاجات اللي بالاحمر دي اللي انا معلمك عليها دي اللي بقى تتذاكر كويس قوي في كل سؤال. طبعا عندنا اجابتين اهو. سونو سيكورو يعني ايه سونو سيكورو؟ انا متاكد. سونو سيكورو يعني أنا متأكد. وعندنا تشيرتو اللي هي معناها بالتأكيد. دي بختارها إمتى؟ أما بلاقي تشيرتيتسا اللي هي معناها التأكد. دي كده أخيرا دي آخر حاجة طبعا مطلوبة مننا، طبعا إن احنا هنحفظ كلمات صفحة 42 وكلمات طبعا المواقف اللي قلنا عليها 8 كلمات. مذاكرة حروف الجر كلها خلاص. بعد كده مذاكرة المواقف صفحة 56 رقم 1 و2. الواجب عندنا حل صفحة 33 35 36 وصفحة 50. أوكي، ده كده يبقى طبعا بالنسبة لنا نهاية الحصة الثالثة في الشهر الثاني.